استعاده طلاق السادات المفروض اصلا ايه جوز هند. ايه بط البحر ده اصلا؟ في ريحته وحشه قوي. عارفين يا جماعه دي اخر مره هجرب فيها منتجات صيني. في الفيديو ده هنجرب بقى منتجات صيني. بصوا غريبة الأطوار حرفيا. بصوا يا جماعه دايما المنتجات الصيني دي الواحد بيخاف منها. فبقى لحسن الحظ ان انا وانا بتمشى لقيت هايبر كده منتجات صيني، فطبعا ما اقدرش اسيبه. رحت لازم ادخل الهايبر جوه وانا ايه بقى شويه منتجات صيني كده من اللي قلبك يحبها. جبنا شويه منتجات كده غريبه الاطوار، الصراحه انا اول مره اشوفها في حياتي. هنجربها سوا. المفروض ان الحاجات دي كلها حلال، يا رب بس تكون كلها حلال فعلا شبه ما قالوا، وما يبقاش ايه في حاجه وسطها حرام. هنترجم دلوقتي. حان وقت المنتجات الصيني. ايه الحاجات دي؟ الهايبر ده مش بيبيع غير منتجات صيني بس. أي حاجة في المكان صيني، أي حاجة حرفيا احنا بنستخدمها هي موجودة هناك صيني. في رز صيني، في مكرونة صيني، في أكل صيني، في نودلز، في كل أنواع النودلز الكوري اللي انت ممكن تتخيلها. في بصوا رز، في حاجات كتير جدا. اللي هناك كانت تقريبا واحدة ماليزية برضو. بصوا يا جماعة في شوية سناكس صيني، في رقب فراخ، في رقب بط، في شويه حاجات عجيبه. في برضو كمان لحوم مش حلال، في هوت دوج. كل برضو الحاجات دي مش حلال، يعني تقريبا كده 80% من الحاجات اللي موجوده دي مش حلال. رز اسود، مكرونه، حاجات برضو غريبه، مش حاجات عاديه احنا بنستخدمها. في كمان سناكس كتير، في بقى شيبس، في حاجات كتير جدا برضو. وحاجات برضو يعني انا مش عارف اسمها اصلا من كتر ما هي غريبه. انت ممكن هناك توصل لحد ان انت تلاقي مخ مخلل حرفيا. لا في حاجات عجيبه. بص بقى احنا جبنا من عنده ده المفروض ان ايه بسكوت كده او سناكس مش عارف الصراحه ده ايه. ده برضو مش عارف برضو ايه شويه منتجات كده غريبه الاطوار. ودي برضو مش عارف دي موتشي دي ولا ايه، شكلها غريب قوي. جبنا بقى كمان بزله مجففه، بزله او بسله. اكتبوا في الكومنتات انهي الصح. على طول بسمع ايه عن الفواكه المجففه. الخضار المجفف ده ما حسيتوش منتشر قوي، ما حسيتوش بيتاكل كتير يعني. دي المفروض ان هي شوكولاته لونها اخضر. جبنا بقى كمان كيوي برضو مجفف، وبقى كمان لبان مجفف برضو بالشكل ده. ده غير بقى كمان ايه المشروبات غريبه الاطوار اللي عليها اشكال غريبه. مش عارف المشروبات دي ايه دي اصلا. ده ماتش ده انا حاسس ان انا شفته في السوبر ماركتات العاديه. بصوا بقى ريسيت ايه طويل عريض بالصيني، يخلي الكولا والكلام ده في الاخر. تعالوا نبدا باول حاجه بيه. ده شكله غريب. تعالوا نترجم الاول المكتوب عليه ده بالصيني. هو المفروض يا جماعه ان ده اسمه مانجو رينج. اللي فوق ده مكتوب ايه؟ اتمنى لك المزيد من الرخاء. مكتوب كمان الحظ سوف. ايه الكلام اللي بيتكتب ده؟ الترجمه اصلا مش مفهمك حاجه، بس اللي انا عرفته ان ده بسكوت صيني كلاسيك، مش باي طعم ولا باي حاجه. وفي واحده لازقه. بصوا ده شكله غريب الاطوار. شكله غريب قوي. وايه اللي جاي معايا ده؟ نفتح يا جماعه حاجات الصيني دي انا بخاف منها قوي. بصوا ده شكلها ايه ده؟ ايه ده؟ هو عامل شبه الويندوز. هو تحسه غايب اصلا. انا عايز اشوف ايه ده. هو في حبيبات صغيره. بص هو شكله اصلا مريب. ما اظنش ده اكل. يا نهار ابيض. مجفف. المعادن الطبيعيه. لا تاكل، لا تفتح، لا تبلل. الابتعاد عن الاطفال، يعني ولا تجيب عليه ميه، ولا تفتحه، ولا تاكله، ولا تقربه من الاطفال. انا حاسس ان انا هموت. هذا هو السبب في ان هذا هو ما يحدث في كل مكان. ده انتوا اللي هتخلصوا علينا. المفروض هم حاطينه مع السناكس علشان يبعد الحشرات. حاطينه جوه السناكس الهوبي. عارفين يا جماعه دي اخر مره هجرب فيها منتجات صيني. حاطين حاجات ما ينفعش تتاكل، تموت اصلا وتجيب امراض جوه الاكل. مش فاهم دماغهم هي ماشيه ازاي الصراحه يعني. ده اللي مكتوب على الكيس. يا رب اكمل الفيديو ده وافضل عايش. ابقوا اسالوا عني يا جماعه بعد الفيديو ده، اسالوا عليا. والله حاسس بطني بدات توجعني حاجات بسيطه. معرفش هل فعلا هي بدات توجعني ولا انا عشان عرفت ان هو مضر فبتمرض. المهم تعالوا نجرب حاجه مجففه كده نعرفها. ده ايه؟ كيوي مجفف. هنترجم برضو عشان ممكن يبقى كيوي مجفف بصراصير. كيوي مجفف فاكهه بارده. ده كيوي مجفف عادي جدا خالص. دي وزنها 50 جرام. دي تقريبا عامله 170 جنيه. جاي فيها حوالي 5 بالظبط. ايه ده؟ وده مجفف كده. طعمها قريب قوي للمشمش او اللي هو قمر الدين والحاجات رمضان دي. قريب قوي جدا يا جماعه ليهم. بصوا تعالوا ندخل على ايه البزله المجففه. ترجمه برضو الاول. بازلاء خضراء بنكهه الثوم. بص شكلها قد ايه. حجمها صغير جدا. على كده دي غاليه مش رخيصه يعني. في شكلها عامل ازاي. ريحتها وحشه قوي. مش هقدر. لا دي حته توجع البطن. مش هقدر اكلها بس هنحاول ندوق واحده. هو طعم توم للصبح. طعم التوم باين فيها قوي، ناشفه قوي، عامله شبه الشيبسي كده. ومن بره توم غرقانه توم، عامل شبه التوم باودر كده غرقانه فيه. مش لطيفه خالص. انا مش فاهم بجد ايه المتعه في ان انت تاكل بسله بتوم. ايه المتعه في كده يعني؟ هو كده بالنسبه لهم سناكس يعني. تعالى ندخل على البتاع اللي شكله غريب ده. تعالوا بس نترجمه. الانسجام بحليب السعاده. يعني ايه مش فاهم. مع طعم مرير قليلا. تحسه جيلي مثلا كده. شان غشو كلها. ما اسمهوش اي حاجه من اللي انا قلتها دي. اسمه غريب جدا. ريحه شوكولاته قويه جدا. ده ايه بقى ده؟ بص شكله غريب قوي. بيجي مع كيس صغير كده. ايه ده بقى ده؟ الصراحه بخاف من الحاجات اللي بتيجي مع الاكل. اي حاجه جانبيه تيجي مع الاكل مش هجربها. عامله شبه الجيلي مثلا. بص شكلها.
هو انتوا هتحسوه جيلي جواه شوكولاته، طعمه غريب كده وطعمه جديد، او مش جيلي بالشوكولاته، لا هو غريب كده في بعضه، تحسوا جيلاتين كده اللي بره ده. كمان اللي جوه دي غريبه برضه، الشوكولاته برضه طعمها غريب، منتجات غريبه. تعالوا نجرب ايه الشوكولاته دي، مكتوب عليها حمامه كوكيز الشاي بالشوكولاته البيضاء. بص شكلها كده، دي لونها اخضر بالبيستاشيو دي ولا ايه؟ بص شكلها حلو قوي. بص هو شوكليت بالشاي الاخضر، فاهمين انتوا؟ ميكس اول مره اسمع عنه في حياتي، بس هو ميكس حلو يعني لطيف. تعالوا نخش على دي ايدي بقى، دي كارتولون كعكه صفار البيض المملح ببط البحر. ايه الهبل ده يا جدعان؟ بص شكلها ايه بط البحر ده اصلا؟ ايه ده؟ ايه الكيس ده؟ انا عايز اترجم الكيس ده بقى كده عشان بس هم في حاجه غبيه قوي بيعملوها. مضاد الاكسده للاطعمه، الحب الطازج، مش فاهم حاجه، غير صالح للاكل. هو غير صالح للاكل بتحطوا لي مع الاكل؟ مش ناقص غباء هي بالله عليكم. البتاع ده هبل، هو شويه يجيب لي غير صالح للاكل وشويه يجيب لي صالح للاكل من غير كلمه غيره، فاهمين انتوا؟ اللي هو ايه، عايز يموتني بس موتني يا اسلام. غير صالح للاكل ده كاتبينها كتير جدا، هو غير صالح للاكل بتحطوا لي مع الاكل. ايه بقى ده؟ شكلها هي ريحتها جامده قوي الصراحه، ملمسها جامد جدا، تحسوها شبه الخبز الاوزبكي. لا تكون دي اللي غير صالحه للاكل. طعمه حلو قوي. العين اللي بره واخده سمنه كتير، واللي جوه ده تحسه ايه، عامل شبه الفولجي شويه، وجوه بقى مش قادر احدد ده ايه الصراحه، بس هي حلو يعني الصراحه. منتج صيني جميل جدا. تعالوا كده سريعا على اخر منتج ده شكله الباقي. مشكله التوت تقريبا مستيكه. كن جريئا وكن نفسك، كن جريئا وكن نفسك. يلا محدش واخد منها حاجه. شكل علبه لطيف شويه، ريحه توت قويه جدا، ضربت حبيبات. وبصوا هو حبيبات صغنطوطه جدا جدا شبه البرشام كده. بصوا ده شكله حبيبات. جامد. هو ده توت بالنعناع، انتعاش جامد قوي يا جدعان. عارفين يا جماعه كان في زمان واحنا صغيرين بنشتري حاجه كده اللي هي كانت بتبقى ملفوفه على شكل الجنيهات الفضه، اللي هي بتبقى ملفوفه بالطول دي، عامله شبه البرشام بيضه كده مدوره، كان طعمها برده جامد. في هبده بقى هم كاتبين عليه خالي من السكر، ده هو سكر حرفيا، ده غرقان سكر. تعالوا بقى كده ايه على المشروبات الغريبه دي. احنا كده ايه محتاجين تلج وكوبايه. بصوا احنا جبنا كوبايه، بصوا الكوبايه احنا نسيناها في الفريزر، بصوا شكلها بقى عامل ازاي، وجبنا كمان تلج. تعالوا نبدا بايه؟ تعالوا نبدا اول حاجه بالماتشا دي. كفايه كده. هي الماتشا لونها عامل كده، مش المفروض تبقى اغمق من كده شويه؟ ريحه شاي، بسم الله. بصوا هو شاي بلبن، حرفيا شاي بلبن، بس انا حاسس ان نوع الشاي مش اللي هو الماتش يعني وكده، لا ده نوع الشاي العادي، حاسس اللي هو نوع شاي عادي خالص، شاي بحليب معمول في البيت كمان بس لونه اخضر. بصوا هو تاني مشروب شكله غريب الاطوار، شكله مريب اصلا عجيب، مع ان ده المفروض اصلا ايه جوز هند. تعالوا كده ايه نترجمه. 36 عام من المثابره، لحم جوز الهند الطازج في جزيره هاينان. لحم جوز هند؟ انتوا ايه يا جدعان، الصين فلتت منهم خالص. مش عايز ضوافر، ده عايز بنز يشيله. ايه ده يا جدعان؟ طب بصوا احنا هنقوم احسن بكرامتنا نجيب حاجه كده لان هو مقفول جامد. بصوا احنا جبنا ايه، الشو ستيك ده بتاع السوشي ده. ايه ده؟ هنجرب احنا. بصوا النهارده يوم التجارب العالمي. هو جوز هند انا هادي، مفيش شاهد جوز هند نهائي. بسم الله. طعمه وحش قوي، هو ولا جوز هند ولا ميه جوز هند ولا ليه علاقه بالجوز هند. ممكن نقول عليه مثلا ايه، فروتي جوز هند، الوان صناعيه جوز هند، لكن ده ما يتقالش عليه خالص ليه علاقه بالجوز هند خالص. ولحم جوز الهند بقى ده انا قلت اللي هو جوز هند عندهم اللون الكبير ده، قلت بقى هلاقيه دسم قوي، لا يمس الجوز هند بشيء. بصوا اخر منتج بقى وهو ايه، لبن الحليب. يعني ده المفروض ان هو لبن الحليب، يعني ده حليب شراب يعني، فاهمين؟ بص شكله عامل ازاي. مكتوب بقى عليه بقى يا جماعه حاجه غريبه جدا، استعاده طلاق الثدي. مش فاهم من الاخر كده، المفروض بتاع الامهات مش بتاعنا، فانا هوريكم شكله بس مش هجربه. ايه موضوع الكان الجامده دي يا جدعان؟ شكله عامل ازاي؟ هو ريحته لبن بس تحسوه ايه، غني شويه مثلا، مش هجربه الصراحه. وبس كده يا جماعه، دي كانت تجربه بقى ايه المنتجات الصيني. الصراحه تجربه ما اظنش ان انا هعيدها تاني. اخر مره دي الصراحه اجرب فيها منتجات صيني، كفايه منتجات صيني لحد كده. حاسس ان انا ايه هموت في مره وانا بجرب منتجات الصيني، كفايه منتجات غريبه. الصين يا جماعه الصراحه تعبتني نفسيا، ربنا يستر بس وايه وافضل عايش بعد الفيديو ده، لان انا اكلت حاجات صراحه ما ينفعش تتاكل. بس كده يا جماعه، استناكم بقى تكتبوا لي افكار برضو عايزين نعملها وكده. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.